صباح الخير. أم واحد من الحاجات، الشمس قوية جدا. واحد من الحاجات اللي انا مبسوط جدا ان انا اتعلمتها كسكيل فادتني في حياتي هي التصوير. التصوير جزء مهم جدا من الماركتينج، لا غنى عنه. كده كده يعني هتحتاج حد يصور لك، والتصوير مكلف جدا. فمن الحاجات اللي انا مبسوط جدا ان انا اتعلمتها هي التصوير. لان احنا كل شويه محتاجين تصوير، لكن انا مش عارف اتخيل لو انا ما بعرفش اصور مثلا الموضوع هيمشي ازاي او هيكلفني قد ايه بطريقه مرعبه. فانا انصح اي حد انه يتعلم تصوير حتى لو بالموبايل. اتعلم بابسط الحاجات اللي معاك. احنا دلوقتي عندنا شوتينج. I have some friends جايين دلوقتي. فاحنا بنحاول زي ما قلنا ان احنا ما نصرفش كتير، فبنستعين بصحابنا كموديلينج، واحنا اللي بنصور نعمل كل حاجه بالاكويبمنتس البسيطه جدا اللي معانا. على فكره احنا مش معانا اكويبمنتس لايك فانسي جدا ولا حاجه بروفيشنال قوي. يعني احنا هنبدا نصور دلوقتي، فهضطر اغير اللينس بقى عشان استخدم الكاميرا. ولكن عايز اقول لكم حاجه. So people like are asking like about the quality and the how comfy is it. The sweatshirt? Yeah, this is for the vlog, but what do you think? It's very comfy, it's really soft, especially inside. And yeah, you could wear it like all day long. What do you think, Amber? That's really soft, really smooth. It's super comfy, and I recommend it. لسه مجربين دلوقتي، فهنشوف بقى هنطلع ايه. عندنا كام فكرة لذيذة كده هنطلعها، فتابعوا معانا. Je kiffe de ouf? Non, c'est trop. Ouais, c'est trop là. بنحاول نلاقي حاجة نظبط السكريبت بالظبط يكون عامل ازاي. فهم بيفكروا في حاجة J'adore. بالفرنساوي يعني عشان يبقى في الفيديو حاجة فرنش يعني. Fan de ce. فهنشوف هنطلع ايه في الاخر يعني. اهم حاجة بس الشمس ما تروحش مننا. رول نمبر 1. الفترة اللي فاتت حصل حاجات كتير. عملنا سيلز لذيذة ومبسوط الناس شافت البرودكت بتاعتنا والناس اتبسطت بيها. علينا شوية في فكرة الشيبينج ومشاكل شركة الشحن بقى ومش عارف ايه اتأخر. طب مش عارف احنا في رمضان بقى، احنا بنعمل سيلز في رمضان يعني، والشحن في رمضان الموضوع بيبقى صعب شوية، او انت تتابع مع الكاستمر بتاعك والكلام ده كله. ولكن انا مبسوط جدا ان احنا ما عملناش مره واحده مبيعات كبيره جدا، لان ده كان ممكن ما نعرفش نهندل الدنيا والدنيا تبوظ مننا خالص. ساعات ربنا بيبقى ليه حكمه في حاجات كتير جدا. فلو انت مثلا ما عملتش مبيعات كتير اوكي تمام، ده ساعدك ان انت تبدا واحده واحده تهندل الدنيا، تعرف الاخطاء فين، المشاكل فين، تمشي دنيتك ازاي، عشان ده لما يحصل مره واحده ما تبصش الدنيا خالص معاك. ومهم جدا الفيرست امبريشن بتاع الكاستمر. لو انت بتعمل اي حاجه لاول مره، فتخيل ان هو في ضغط، ففيرست امبريشن مع تاخير بقى الاوردر، مشاكل مش عارف ايه، مش هو الاوردر او حصل حاجه غلط او الباكج فيه حاجه، فاهمني؟ انت مش هتحب ده ولا الكاستمر هيحب ده. فانت لو عايز تبدا من الاول هادي واحده واحده. آه فكره الادز كمان، احنا صرفنا شويه حلوين في الادز، ودي من اكتر حاجات اللي انا شايف انت المفروض تصرف عليها. ولكن I think ان دي mistake.